السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي اخواتي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض صينية جلاش باللحمة المفرومة بطريقة سهلة وبسيطة جدا وجميلة جدا جدا، وان شاء الله يا رب تعجبكم. بحشوة جميلة طبعا، لحمة مفرومة، وان شاء الله تعجبكم. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. انا هنا معايا لفة جلاش اهيت. دي بصراحة كانت عندي في الفريزر، يعني بقالها بتاع مثلا 15 يوم، فقلت بقى ايه اعملها حلو. بعد كده قلت لا، انا هعملها ايه باللحمه المفرومه. بصوا إيه، مركونه عندك مثلا، إيه مقطعه فيها اي حاجه بصراحه بتنفع. يلا هنا بقى بصوا هنقطعها. عايزه تقصيها بالمقص عادي، عايزه تقطعيها زي ما انا هقطعها كده تمام، بس هي التقطيع دوت حلو. هنمسكها بقى نقطعها كلها. هي بصراحة لما أول مرة أعملها كده، بس جميلة جدا وطريقة سهلة بقى، ولا كل شوية بقى إيه تعملي رق سمنة يعني ورقة ورقة بالسمنة، لأ. دي جميلة جدا الطريقة ديت، وعايزة أقول لكم لذيذة وخفيفة جدا، مش تقيلة، يعني سمنتها مش كتير زي ما احنا شايفين. بصوا بقطعها ازاي. ممكن بقى تعمليها انت أي حشو عندك، يعني ممكن تعملي جبنة، ميكس جبن، جبنة وفلفل وطماطم، سجق، سوسيس، يعني اي حاجة. يا صراحة طريقة جميلة جدا، بس انا ايه كان عندي لحمة مفرومة، فقلت اما اعملها انا باللحمة المفرومة ايه احسن، يعني طعمها جميل. زي ما احنا شايفين كده هنقطعها. بصوا سهلة جدا طبعا، مفتفتة خالص اهي. هي صراحة بقالها بتاع 15 يوم في الفريزر، فقلت ايه هطلعها بقى، هتفرفت مني، لان فعلا الجلاش لما بيقعد كتير في الفريزر ما بتعرفيش تفرديه. فطبعا مش هنرميه، لا نعمل بيه حاجة وبيبقى طعمها لذيذ. زي ما احنا شايفين كده هقطعها كلها بالطريقة ديت اهو. ان شاء الله يا رب الطريقة تعجبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله. بصوا زي ما احنا شايفين اهي، هنزلها بقى في طبق دلوقتي، عشان ايه لازم افرطها عن بعض اهو. زي ما احنا شايفين كلها لازم بقى بصي تفرفطي كده الورق عن بعضه، عشان ما يبقاش معجن، عشان ما يلزقش في بعضه لما تيجي تحطي السمنه والزبادي والحاجه بتاعتها ما تلزقش في بعض. زي ما احنا شايفين كده نروح نعمل بقى الخلطه اللي هي بتاعت التشريبه بتاعتها. معايا بيضه، زي ما احنا شايفين اهي بيضه واحده بس، تمام. هنحط بقى ايه شويه فلفل اسمر، نحط ملح الاول وبعد كده هنحط شويه فلفل اسمر، نضربهم بقى شويه بالمضرب. يبقى كوبايه لبن، ده مج لبن عادي اهو. برضه هنضربهم شويه. بصوا معايا علبه زبادي، علبه زبادي صغيره دي اللي هي العاديه. لو عندك علبه زبادي كبيره خدي معلقتين زبادي بس. نقلبهم بقى كويس، نضرب كله مع بعضه. التشريبه بقى بتاعتها ديت جميله جدا وبتخلي الجلاش طري. معايا هنا بصوا معلقتين سمنه، سمنه عاديه خالص، دول معلقتين بس، انا كنت مسيحاهم مش مسخناهم قوي، يعني مسيحاهم بس. عايزه تحطي زيت حطي، مفيش مشكله. زي ما احنا شايفين كده بقلبهم كويس عشان كله ايه الخليط يمتزج في بعضه اهو. هنجيب بقى ايه الصينيه اللي احنا هنعمل فيها ايه الجلاش، تمام.
اهي الصينيه اهي، بس انا هغير الصينيه ديت عشان انا لقيت الصينيه دي عاليه قوي، فقلت لا اجيب صينيه يعني. بس لو عندك الصينيه دي ماشي، ما فيش مشكله يعني، مش هتخسر في حاجه يعني، مش يعني عادي. الصينيه هجيب انا صينيه البسبوسه، هغيرها اهو. بصوا انا غيرتها اهو، جبت الصينيه ايه اللي هي بتاعت البسبوسه دي، حلوه يعني، هتطلع كويسه ان شاء الله فيها. بص انا هنا بتكيت شويه على الجلاش من تحت، هحط بقى ايه شويه من الصوص اللي انا عاملاه، اللي هو لبن على زبادي على بيضه على معلقتين سمنه، زي ما احنا شايفين. احط شويه كده على شويه على الجلاش من تحت الاول قبل ما احط اللحمه المفرومه. الطريقه دي جميله جدا على فكره اهي. دي بصوا كانت لحمه مفرومه عندي في الفريزر، طلعتها وظبطتها اهوت زي ما احنا شايفين. كنت حاطه عليها طماطم وفلفل، كانت شويه تعصيجه لحمه فاضله من حاجه كنت بعملها، فبصراحه قلت احطها في الفريزر، حطها في علبه وفي الفريزر. وممكن برضو لو بقي منك برضو لحمه من بتاعه المكرونه البشاميل برضو بشيل منها وبحطها برضو في علبه في الفريزر. اما بكون مثلا هعمل بيها حاجه بطلعها قبلها بفتره واسيبها تفك لوحديها وبستعملها. مفيش حاجه بتخسر يعني، انتوا فاهمين بقى، كل حاجه اقتصاديه ايه زي ما احنا شايفين يعني. يعني ده يعتبر ربع كيلو لحمه، حط عليه فلفل وحط عليه بصل وطماطم، بس بصراحه يعني كان طعمه حلو. ما رضيتش بقى اعصجه قدامكم بقى ان انا اجيب يعني واعصج والكلام. طب وانا اجيب ليه وانا عندي اصلا في الفريزر؟ وبعدين يعني التعصيجه بتاعتها سهله يعني. إيه، كان عندي حته جبنه موتزاريلا برضو، خدت منها حته اهي، وفي حته تانية هشيلها معلش اتخبطت في الستاند، في حته هشيلها تاني للوش. بس انا قلت احط حته من جوه برضو بيديها طعم. يا سلام بقى لو كان في مكرونه لو كان في جبنه رومي، جبنه شيدر، بصراحه بتخلي الطعم حلو قوي. بستعمل انا الجبنه الرومي والشيدر في اسمه إيه دوت، في المكرونه البشاميل في الصوص بتاعها. نحط بقى بقيه الجلاش زي ما احنا شايفين كده، هوزعه كله على الصينيه زي ما احنا شايفين اهوت، ودوست عليه شويه. تمام. هنحط بقى بقيه التشريبه بتاعتها اللي هي ايه تاني، اللي هي كوبايه لبن، علبه زبادي، بيضه، فلفل اسمر وملح. تمام. ومعلقتين سمنه، لو انت عايزه تحطي زيت تحطي، عايزه تحطي زبده حطي، مفيش مشكله. زي ما احنا شايفين كده، اشرب بقى كل الصينيه بالصوص اللي انا عاملاه دوت. زي ما احنا شايفين التكتلات ديت اللي هي الزبادي على فكره اهو، زي ما احنا شايفين اهو. بشرب الصينيه كلها وهدخلها الفرن بالظبط بتاع 10 دقايق ربع ساعه، وهطلعها تاني عشان احط برضو ضربه في دماغي مكرونه عشان احط الجبنه. اصل انا في اليوم ده كنت فعلا عامله صينيه مكرونه بشاميل معاها بصراحه. فبصوا بقى زي ما احنا شايفين، دي اخر حته جبنه موزاريلا عندي، لان منا خدت حته كبيره من الجبنه للمكرونه ساعتها، فاضطريت ان انا احط الحته اللي فاضله. بس والله كانت جميله. واحلى حاجه بقى ان هي خفيفه، مش دسمه قوي، ما فيهاش سمنه كتير. تعرفي تاكليها كده ما تجزعش النفس. زي ما احنا شايفين هنحطها بقى في الفرن، وان شاء الله تطلع من الفرن اوريها لكم. تمام. اهي بصوا بقى، بسم الله ما شاء الله، جميله جدا جدا جدا. والله كان طعمها لذيذ، والف هنا وشفا على القلب اللي كل. ويا ريت بقى ما تنسونيش في الشير واللايك وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل جديد مع قناه يومياتي انا وبناتي سوسو كمال. والسلام عليكم ورحمه الله.